بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم راح ندير لكم عجينة الفيلو وراح نخدموا بها أروع معسلة. راح تجي سهلة في الخدمة، تجي مورقة مقرمشة وبنينة. وسمعوا لي صوت القرمشة. شوفوا البنات، هنا الصورة راهي تعبر لكم وحدها. بلا ما نطول عليكم نروحوا لطريقة التحضير. عندي هنا كيس تاع ماء، نحطو 2 مغارف كبار ممسوحين تاع سكر، نزيد لهم غرفة صغيرة ملح، ونخلط مليح. لازم السكر والملح يذوبوا في هذا الماء. عندي هنا 4 كيسان ممسوحين فرينة. نزيد لهم بيضة كاملة، حوالي مغرفة كبيرة تاع خل، ونجمع بالماء اللي كنت وجدته من قبل. كاينه نقطة هنا البنات، العجينة لازم تكون يابسة، ردوا بالكم تجريوها، قلت لكم يابسة. هنا نزيد لها مغرفة كبيرة تاع الزبدة تكون طرية، نحاول ندخلها مليح في العجين كما راكم تشوفوا، ومن بعد نحطها على طاولة العمل ونبدأ نعجن فيها حوالي 3 دقائق. من بعد نغلفها في البلاستيك ونخليها ترتاح حوالي 1.5 ساعة ونرجع لها. نزيد نعجنها حوالي دقيقة ولا 2. وشوفوا لي القوام تاع العجينة كيفاش يولي رطب خلاص. هنا نجي نقسمها ل 16 كرة، وحاولوا ديروهم قد نغطيهم بالبلاستيك يرتاحوا حوالي 5 دقائق ونبدأ نطرح فيهم. مع الأول نرمدها فنشة ونحاول نطرحها على شكل مربع كما راكم تشوفونا. كل 8 نحطهم فوق بعضهم، وبين طبقة وطبقة ندير كمية من النشا. ونفس الشيء مع 8 الأخرين. ومن بعد نبدأ نطرح فيها. شوفوا البنات، هنا نجي نثبت الأطراف باش ما يهربوليش وتجي واحدة أكثر من واحدة. نبدأ بالحاشية كما راكم تشوفوا، ومرة على مرة راني نقلب، في نفس الوقت راني نقدم بشوي للنص. هاكم تشوفونا. حاولوا ديروا هذه الطريقة باش طبقات كامل يجيوكم فوق بعضها، وطرحوها على شكل مربع. حاولوا ديروها قيس البلاطو، ومن بعد نتخلصوا من الزوائد. نغلفها بالبلاستيك ونطبقها عفوا بهذه الطريقة، ونروح نخدم 8 الأخرين بنفس الطريقة. نجيب للحشو واش فيه 3 كيسان ممسوحين تاع كاوكاو محمص ومرحي متوسط. نزيد له نص كيس سكر، مغرفة تاع لافاني، ونخلط مليح. هنا نزيد لها مغرفة ونص تاع زبدة ذايبة، طبعا المغرفة الكبيرة، ونزيد نخلط مليح الزبدة مع هذاك الحشو، ونحط مسار بالتدريج. هنا الحشو البنات يجي كيما تاع البقلاوة تاعنا. خليوه مرمل، يعني ما تخليوش يولي لكم عجينة أو يتلم كتلة واحدة، مرمل بهذا الشكل. ونجي نحط حربوش من الكاوكاو كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نقفل عليها. يعني هذا المعسلة راهي من أسهل طريقة. ومن بعد نقسم بالموس، وندي نحطها في بلاطو كنت دهنته بالزبدة كيما راكم تشوفوا. يعني أنا كل قطعة ديرت لي 8، عفوا كل قطعة ديرت لي 4 حرابش. ومن بعد نجي نقسمهم، كل حربوش نقسمه على 4 كيما راكم تشوفوا، ونحاول نحط عليها كمية معتبرة من الزبدة. كيما انا البلاطو هنا ادالي حوالي كيس تاع الزبدة. اذا كانت ماركارين البنات لازم تتخلصوا من كمية الماء. من بعد ندخلها في الفرن، كنت سخنته مسبقا على درجة 200. نحطها في الرف الأوسط مدة 5 دقائق. من بعد نقصلها على درجة 150 ونخليها تطيب على خاطرها حتى تحمر وتدي لي هذا اللون. وهي سخونة نعسلها.
وهنا البقلاوة هذه والله المعسلة ما نخليوهاش حتى تبات، يعني منين تبرد برك تقدروا تقدموها، رايحين تتحصلوا على أروع معسلة مقرمشة مورقة وبنينة. سلام.